هو السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب بجد؟ بصوا بقى، من تجربتي ان انا لسه بادئ في السوشيال ميديا مثلا بقالي شهرين او كده، لا هي مش بتجيب اكتئاب، بس انت ممكن ان انت تستخدم السوشيال ميديا بطريقه تجيب لك اكتئاب، ان انت تفضل تشوف حاجات سلبيه كتير وانت بتقلب في الريلز. وفي ناس علماء نفس بيقولوا ان تغيير الانماط كتير، يعني انت مثلا تبقى بتشوف فيديو فيه اغنيه، بعد كده تقلب تشوف فيديو فيه اتنين بيضربوا بعض، بعد كده تقلب تشوف عربيه مقلوبه، بعد كده تقلب تشوف عربيه ماشيه عادي. فتغيير الانماط من بوزيتيف لنيجاتيف، من اغاني لناس قاعده ساكته، ده بيشتت العقل طبعا، وممكن يسبب اكتئاب، ممكن لبعض الناس يسبب اكتئاب. بس انت كشخص لو انت بتستخدم السوشيال ميديا بالاستخدام الصح، اللي هو مش طول الوقت ماسك الموبايل، مش طول اليوم ماسك الموبايل. طبعا البلوجرز وكده بيمسكوا الموبايل كتير عشان الترندز والحاجات دي ويعرفوها وكده. انا ساعات بعمل كده، بس دلوقتي ما بقتش بعمل كده كتير، لان يعني عايز برضه اريح دماغي، وعايز ان انا يعني ابقى ماشي بالطريقه الصح في السوشيال ميديا. هتعمل لك اكتئاب لو انت بتعمل الحاجات اللي فاتت، مش هتعمل لك اكتئاب لو انت بتعرف تبريك نفسك، يعني تحط نفسك في وقت انا مش هتفرج على حاجه، انا ممكن اشغل مثلا التلفزيون شويه. والتلفزيون برضو بيغير الانماط للاسف، وبيعمل ممكن التلفزيون يعمل اكتئاب بس في حالات معينه. لكن السوشيال ميديا لو انت بتستخدمها صح عمرك ما هيجيلك اكتئاب. فحاول ان انت ما تمسكش موبايلك كتير، بتمسكه في اوقات معينه. بتذاكر كتير في مثلا لو انت بتحب تقرا، القرايه مفيده جدا. بس برضو ريح عينك، يعني مش طول الوقت هتمسك الموبايل تفضل تقرا في حاجات، حاول تريح عينك وحاول تستخدم الموبايل استخدام صح، اللي هو تريح نفسك شويه وتستخدمه شويه.